عارف انت الصاحب اللي عامل فيها غلبان وهو بيفكر هياخد منك اللي هو عايزه ازاي؟ اهو ده بالظبط الثعلب. بس يا ترى هو فعلا مكار وشرير زي ما بنشوفه في الكرتون، ولا احنا اللي ظالمينه معانا؟ استنى معايا لآخر الفيديو عشان هقولك معلومة لو عرفتها عن ودان الثعلب هتغير نظرتك ليه تماما، وهتعرف ليه العلماء محتارين فيه، هو كلب ولا قطة؟ أنا آلاء، وأهلاً بيكم مرة تانية في فيديو جديد. لو أنت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مش هطول عليك وخلينا نبدأ على طول ونشوف حياة الثعلب عاملة إزاي. يلا، الثعلب ده محير العلماء بجد. هو علمياً من عيلة الكلبيات، يعني ابن عم الكلب والذئب، بس تصرفاته قططية بامتياز. بيمشي على طراطيف صوابعه بمنتهى الخفة، وبيلعب مع فريسته قبل ما ياكلها زي القطط. وحتى بؤبؤ عينه طولي مش مدور، كأنك جبت جسم كلب ونزلت عليه سوفت وير قطة. جسمه سمباتيق جدا ورشيق، أما الفرو بتاعه ده مش بس عشان الشياكة، ده تكييف مركزي. في الشتاء بيدفيه وفي الصيف بيحميه من الشمس. والديل الكثيف ده بقى قصة تانية، ده اللحاف اللي بيلفه حوالين نفسه وهو نايم عشان يتدفى. وفي الجري بيستخدمه كدريكسيون عشان يلف بسرعة البرق من غير ما يقع. الحواس اللي رادار. الثعلب ده عنده رادار مش مجرد حواس. أولاً البصر، بيشوف في الضلمة أحسن من كشافات العربية. ثانياً الشم، بيشم ريحة أكله من تحت التراب أو التلج، لو خبيت ساندويتش هيجيبه. ثالثاً السمع، وده بقى السر، بيسمع صوت عقارب الساعة من على بعد 40 متر، وبيقدر يحدد مكان حفر الفيران تحت الأرض بالملي. الثعلب بيعيش فين وبياكل إيه؟ الثعلب مش بيتقطر، بيعيش في أي حتة، غابات، صحاري، وحتى في المدن وسط الناس. بيسكن في جحر معقد عبارة عن قصر تحت الأرض ليه أكتر من مخرج للطوارئ، عشان لو عدو دخل من باب يهرب هو من التاني. أما الأكل فهو أكيل درجة أولى، بياكل لحوم، أرانب، عصافير، وكمان فواكه وخضروات، يعني بوفيه مفتوح وما بيقولش لأ على حاجة. خد عندك الحقائق دي. 1. الGPS، بيستخدم المجال المغناطيسي للأرض عشان ينط على فريسته صح. 2. حيلة البراغيث، بيمسك حتة صوف ببقه وينزل المية بظهره بالراحة لحد ما البراغيث تهرب للصوفة فيرميها ويطلع نظيف. 3. بيحب الشجر. الثعلب الرمادي هو النوع الوحيد اللي بيعرف يتسلق الشجر زي القطط. 4. قاموس أصوات، بيطلع أكتر من 40 صوت مختلف. 5. مش بتاع شلالية، بيحب يصيد ويعيش لوحده. الحياة العائلية. الجواز عنده مرة واحدة في السنة، والأنثى بتجيب من 1 ل 11 جرو صغير. هنا بقى بتبان الرجولة. الأم بتقعد تدفي العيال في الجحر، والأب بيلف بلاد الله عشان يجيب لهم أكل. عيلة مترابطة جدا في فترة التربية بس. الثعلب والإنسان ينفع نربيه؟ العلاقة معاه معقدة، هو بيخاف مننا جدا وبيهرب، لكن لو اتعود عليك ممكن يقرب منك عشان مصلحة الأكل. لكن ينفع يتربى في البيت؟ الإجابة صعب جدا. ريحته نفاذة جدا ومستحيل تروح، وغريزته بتخليه يهد عفش البيت بالحفر. هو حيوان بيحب الحرية، وممكن يبقى خطر ويعض لو حس إنه محبوس. ليه طالع شرير؟ إحنا ظلمناه في الكرتون ووصفناه بالشر عشان ذكائه بيخوفنا. هو مش شرير، هو انتهازي. يعني لو دخل عشة فراخ مش بياكل واحدة ويمشي، لأ، ده بيقتلهم كلهم ويخزن الباقي تحت الأرض للأيام السودة. مدبر برضو يا جماعة. في الآخر الثعلب ده معجزة في التكيف والذكاء. تفتكر بعد كل اللي سمعته ده، لو الثعلب كان إنسان كان هيشتغل إيه؟ أنا عن نفسي أظن إنه كان هيبقى مهندس برمجة شاطر جدا. قولي رأيك في التعليقات، واستنونا في فيديو جديد عن أسرار الطبيعة.